السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السنة الإعدادي، وحشتوني جدا. معاكم مستر محمد دمراوي، مدرس الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية. اشتغلنا الترم الأولاني وعدى بحلوه بمره، نحمد ربنا على اللي هو عدى خلاص. نركز يا حبيبي معانا في الترم التاني، وبرضه هنحل معاكم أسئلة ومراجعات كتير جدا. ركز معايا وأنت تقدر. يلا بينا. عندنا الزراعة في الوطن العربي. ايه كلمة زراعة وطن عربي؟ وطن عربي؟ وطن عربي، مفيش موضوع. هناخد الوطن العربي تاني يا مستر؟ ده احنا لسه خلصنا من الاولاني. مفيش موضوع، بس ركز معايا. الزراعة في الوطن العربي. عرف الانسان الزراعة منذ قديم الازل. الله، ده احنا عارفين الزراعة من زمان قوي. ده بالنسبة للزراعة، ده المصري القديم سكن عاش حياة التنقل والترحال، ولما عرف الزراعة استقر على ضفاف نهر النيل. تقول اعدادي، هو الكلام ده سيبك منه. اول الحضارات عندي او اعتمد عليها الزراعه مثل الحضاره المصريه القديمه اللي هي الحضاره الفرعونيه. وعندي حضاره تانية اسمها حضاره بلاد العراق، اللي هي ما بين النهرين، اللي هي دجله والفرات. نهري دجله والفرات في العراق. ركز معايا. يبقى اولى الحضارات اللي ظهرت عندي هي الحضاره المصريه القديمه، اللي بيطلق عليها الحضاره الفرعونيه. عارفينها وايه اللي عارفينها. اتنين، حضاره بلاد الرافدين اللي هي العراق، دجله والفرات. مستر انا عندي عوامل قيام الزراعه. ايه يا مستر؟ احنا لسه هناخد عوامل قيام الزراعه. عندي حبيب قلبي عوامل طبيعيه وعندي عوامل بشريه. ايه العوامل الطبيعيه؟ مين اللي عاملها؟ ربنا. برافو عليك، شطور. والعوامل البشريه؟ الانسان. ايه الجمال ده؟ احنا ايه يا عم؟ تركز. المياه العذبه عوامل طبيعيه. انت تعرف تعمل ميه عذبه؟ والله العظيم ما اقدر، انا الاخر معدنيه وما اعرفش اساسا اعملها. طب ايه يا حبيب قلبي؟ ركز. المياه العذبه هي اهم عوامل قيام الزراعه. المياه العذبه بتيجي منين؟ عندي من الامطار. حصل، لا مؤاخذه. عندي من الامطار واحد. عندي مياه سطحيه. يعني ايه مياه سطحيه؟ موجوده على السطح عندنا؟ لا يا حبيبي، مياه بشوفها. حصل، زي مياه الانهار والبحيرات العذبه. وعندي مياه باطنيه، يعني ما بشوفهاش، انا شايف بطنك يا مستر. انت بطني جوه، شايف معدتي ازاي يعني؟ ايوه، لكن انا شايف ايدك، دي اسمها سطحيه. حاجات ايديا هي سطحيه. والباطنيه حاجات مش بشوفها، كبدتك، معدتك، كولونك. شكرا. يبقى دي اسمها عوامل مياه جوفيه، يعني مش بشوفها زي الابار والعيون. يبقى اذا انا عندي مياه سطحيه زي الانهار والبحيرات العذبه، وباطنيه زي الابار والعيون. طيب اتنين، التربه الخصبه. يوجد عندي تربه خصبه. التربه الخصبه يوجد بها العديد. تربه خصبه عندي. التربه الخصبه اكيد عند المكان يا حبيب قلبي اللي فيه انهار. حلو. اول نهر هتقول لي انا عندي نهر النيل. هقول لك شابوه، برافو عليك. نهر النيل موجود فين؟ موجود طبعا في مصر والسودان. اهو نهر النيل موجود في مصر والسودان. حلو. انت لسه قايل لي فوق مستر الرافدين دجله والفرات. هقول لك برافو عليك، دجله والفرات. فين دجله والفرات؟ في العراق. جوبا واشبيلي. جوبا واشبيليا في الصومال. نهري جوبا واشبيلي في الصومال. وده الانهار اللي عندي. المكان اللي فيه انهار هو المكان اللي فيه تربه خصبه. طب الاماكن اللي فيها امطار ومياه سطحيه ومياه جوفيه، دي انواع المياه. طب المناخ؟ قال لي يتمتع الوطن العربي بمناخ متنوع. الله، مناخ متنوع. مناخ متنوع. المناخ لازم يكون حبيب قلبي يكون متنوع. ليه؟ عشان المناخ لو متنوع هنوع المحاصيل. ولو نوعت المحاصيل يا حبيب قلبي، ايه اللي هيحصل؟ تقول لي مستر محمد، انا لو نوعت المحصول بتاعي وغيري عنده محصول وانا عندي محصول هنبدله مع بعض. ايه الجمال ده؟ اقسم بالله، ولا انت بتاخد مع محمد دمراوي. النتائج المترتبه على تنوع مناخ الوطن العربي: تنوع المحاصيل الزراعيه. اول حاجه حصل تنوع المحاصيل الزراعيه. بلد عندها بطيخ وبلد عندها برتقال، هنعمل مع بعض تبادل. تمام. يبقى اذا تنوع المناخ ادى الى تنوع المحاصيل الزراعيه. يمكن استثمار هذه النوع في تحقيق التكامل. وايه لسه قايل لك؟ قسما بالله هنبدله. انت حبه وانا حبه، يبقى ده اسمه التبادل والتكامل. هنبدله ونتكامله بين الدول العربيه في المحاصيل الزراعيه. انا كده اتكلمت عن العوامل الطبيعيه اللي هي عوامل قيام الزراعه، اللي هي العوامل الطبيعيه: المياه والتربه والمناخ. حلو، عظيم. تعال معايا تاني. عوامل بشريه. طبعا يا مستر من سنه رابعه ابتدائي. ايد عامله، راس مال، اسواق، وسائل نقل ومواصلات. ايد عامله، اسواق، وسائل نقل ومواصلات، وراس المال. ركز. واحد، ايد عامله، ناس بتشتغل. حلو. ماشي. ايد عامله. يلا بينا اهو. الايدي العامله يمتلك الوطن العربي خبره كبيره جدا في الايدي العامله. ازاي؟
اي ثروه بشريه مدربه عندها صنايعيه جامده جدا. ومن هنا بيقول لك الوطن العربي يمتلك الوطن العربي ثوره بشريه في جميع المجالات خاصه في الزراعه. ليه؟ عشان فيها ايدي عامله مدربه، لسه قايل لك على مستوى عالي جدا من الجوده. بس خالص. ايه يا مستر ده؟ هو ده الدرس بتاعك، راس المال. هل حضرتك دلوقتي لازم يكون معاك فلوس تعمل ايه؟ هشتري بيه الالات واشتري بيه الحاجات اللي انا عاوزها. يبقى اذا تعالى معايا اهو الراس المال. بيقول لك الوطن العربي يتطلب الى قيام الزراعه لتوفير رؤوس الاموال. ليه؟ لاقامه المشروعات. وتمتلك بعض الدول العربيه رؤوس اموال خاصه مثل دول الخليج العربي عشان يمولوا بيها المشروعات بتاعتهم. يا مستر ده قسما بالله ما بجيب حاجه من عندي. طب السوق هبيع فيه المنتجات. يا مستر السوق ده هتبيع ايه؟ المنتجات اللي انا زرعتها. طب حلو. السوق يساعد السوق في بيع المنتجات. انا جبت حاجه من عندي يا ابني؟ انت اللي قلته اصلا. يساعد السوق في بيع المنتجات الزراعيه. وزاد الطلب على المنتجات الزراعيه بسبب الطلب زاد على ايه؟ حاجه طلب زاد، الناس كلها بقت بتتجه للنوع بسبب زياده عدد السكان. فطالما عندي زياده السكان وارتفاع مستوى حبيب قلبي ارتفاع مستوى المعيشه، ما النتائج المترتبه على زياده الطلب على المنتجات الزراعيه؟ السؤال ده مهم جدا. زياده الطلب ادى الى ايه؟ التوسع في زراعه الانتاج الزراعي والتوسع في الانتاج الزراعي. عدد السكان زاد فلازم ازرع انا كمان، وطالما زرعت فعنده كميه كبيره. يبقى اذا التوسع في الزراعه زياده الانتاج الزراعي، والعمل على تحسين المنتجات الزراعيه لتنافس طبعا المنتجات الزراعيه الاخرى. ازاي احسن المنتج بتاعي عشان الاقي الحاجه ميد ان ايجيبت اروح اجيبها، ما اروحش اخد ميد ان انجلاند او مثلا اي دوله تانية. وصلت؟ طيب، وده كده العوامل البشريه. مناطق يتركز فيها الزراعه في الوطن العربي. يتنوع زراعه الوطن العربي طبعا حسب كذا منطقه. ايه هي المناطق التي بتعتمد على الزراعه على مياه الامطار؟ حبيب قلبي انا قلت لك انا عندي المصادر المياه 3: امطار، انهار، جوفيه. حلو، عظيم. اول حاجه مناطق الزراعه على مياه الامطار. هرجع معاك للترم الاولاني الاقليم المداري. معظم السودان، وسط الصومال، جنوب موريتانيا، وجنوب غرب شبه جزيره عربيه. فاكر انت ترم اولاني؟ طب تعالى الاجزاء الشماليه طبعا في الوطن العربي يعني عند البحر المتوسط، ما تزعلش نفسك. واليمن عند صنعاء لما قلت لك. وجنوب الصومال وجنوب موريتانيا. يمن، جنوب الصومال، جنوب موريتانيا، اوعى تنسى البحر المتوسط. يمن، جنوب صومال، جنوب موريتانيا، اوعى تنسى البحر المتوسط اللي هي الاطراف الشماليه. شكرا. سهله. طب تعالى مناطق تعتمد على الانهار. قلت لك عندي كام نهر؟ قلت لك دلوقتي عندي 3 انهار. مين هم حبيب قلبي؟ قلت له مستر نهر النيل. فين؟ مصر والسودان. يبقى اذا نهر النيل. تاني نهر قلت لي دجله والفرات. فين يا حبيبي؟ في العراق. يبقى دجله والفرات في العراق. تالت نهر لسه قايل لك جوبا وشبيلي. نهر النيل، دجله، فرات، جوبا وشبيلي في الصومال. نهر النيل في مصر، دجله، فرات، عراق، جوبا وشبيلي، صومال. مناطق تعتمد على الزراعه على المياه الجوفيه اللي هي المياه الايه؟ الباطنيه اللي مش بشوفها، اللي هي المناطق اللي موجوده في الصحراء زي الواحات الداخله والخارجه في مصر، وده مهم جدا. وده كده المناطق اللي بتركز فيها الزراعه، المناطق اللي فيها ميه. شكرا. سهل الدنيا. كمل معايا. يجي يقول لك بقى اهميه الزراعه. الزراعه بتهمني مهمه في ايه؟ هتقول لي يا مستر يا سلام، الزراعه اول حاجه في الزراعه مستر دي انت بتاكل منها وانا باكل منها. حصل. فبتوفر الغذاء لسكان الوطن العربي. بتوفر لي الغذاء. حصل. مش انت بتاكل وانا باكل يبقى بتوفر الغذاء. سهل الزراعه اهي. 2، بتوفر لي فرص عمل. الله، حتى الزراعه اللي بتوفر فرص عمل للسكان في الوطن العربي. بيشتغل فيها قد ايه؟ 50%. نص السكان في الوطن العربي بيشتغلوا بالزراعه، فلاحين اهو. بيشتغل فيها 50%، مهمه جدا. بتوفر رؤوس اموال، اكيد طبعا ببيع واشتري عشان اشتري طبعا المشروعات. بتوفر لي الماده الخام. ايه هي الماده الخام؟ زي القطن. هل دلوقتي حضرتك بتروح تشتري هدوم تروح تقول للراجل والنبي اديني يا عمو من الشجره ديت مثلا يعني حبيبي تيشرتين؟ يقول لك لا يا حبيبي انا ما فيش شجر عندي بيطرح تيشرتات، عندي قطن، والقطن بصنع منه، والقطن بصنع منه ملابس. يبقى القطن بيدخل في صناعه المنسوجات. حفيت على كوبايه شاي ورحت القهوه، تلاقي عمو القهوجي جايب لك عود قصب ويقول لك خد يا جميل حل السكر، حل الشاي بتاعك. مفيش الكلام ده، بيجيب لك سكر. فقصب السكر بصنع منه سكر. تعالى، فقصب السكر بصنع منه سكر. الفاكهه والخضروات طبعا بتنزل حضرتك دلوقتي السوق
اول ما بتخش السوق بقى بتفتح التلاجات في السوق، بتلاقي باميه مجمده، بتلاقي بزله مجمده، بتلاقي ملوخيه مجمده. حفظ وتغليف الطعام، اللي هو حفظ وتغليف الاغذيه والخضروات، ودي صناعه طبعا. ودي طبعا اهميه الزراعه، توفر غذاء الانسان، بتوفر فرص عمل بيعمل بيها 50%، بتوفر رؤوس اموال، بتوفر لي مواد خام، واتكلمنا عن المواد الخام قطن وقصب السكر والفاكهه. مستر محمد، هل عندي مشكلات بتقابلني؟ هقول لك يا سلام، انا عندي مشكلات طبعا بتقابلني. ايه هي المشكله اللي بتقابلني في الزراعه؟ اول مشكله هي تذبذب الانتاج الزراعي. يعني ايه كلمه تذبذب؟ تذبذب مش مستقر، انتاج الزراعه مش مستقر. تذبذب الانتاج الزراعي ليه؟ بسبب الاعتماد معظم الزراعه على المياه الامطار. هل دلوقتي انا بتحكم في المطر بريموت كنترول؟ مفيش الكلام ده. انا بيجي المطر بزرع. فطبعا الناس اللي بتعتمد على المياه الامطار عندهم الزراعه بتاعتهم متذبذبه، يعني مش مستقره حسب كميه المطر. فاول حاجه تذبذب الانتاج الزراعي بسبب الاعتماد معظم الدول الوطن العربي على مياه الامطار وغير ثابته. مش مستغل كل الاراضي الزراعيه الصالحه للزراعه. يعني ايه؟ عندي وليكن يا حبيب قلبي ارض زراعيه، بستغل الحته دي بس المظلله دي، ما بستغلش الحته دي. ما كل ده بيسبب لي عجز، واذا عدم استغلال كل الاراضي الصالحه للزراعه. واحد بيستخدم جنب فاس، واحد تاني في الدول اللي بره بيستخدموا الات وماكينه. انا اللي هيجيب لي محصول اكتر اللي بيستخدم الات وماكينه. برافو عليك. يبقى هقول له كل استخدام الاساليب التكنولوجيه. ما عنديش اساليب تكنولوجيه في الوطن العربي، عشان كده عندي تذبذب او عندي تاخر. التصحر هو عدم قدره الارض الزراعيه على الانتاج. التصحر بسبب عده اسباب: المطر مش مستقر، الرعي الجائر، زحف الرمال، قطع اشجار. مستر انا عايز اعرف بس واحده واحده، التصحر ده عوامل طبيعيه وعوامل بشريه؟ اقول لك صح. العوامل الطبيعيه ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني تفاوت كميه المطر، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفر لي المطر مش انا. والرمله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبعت الريح، فطبعا زحف الرمال. بشريه دوري، الرعي الجائر، خليت تجيب شويه حيوانات اخليهم رعي جائر. قطع اشجار، انا اللي بقطع شجره. الافراط في زراعه المحاصيل المجهده للتربه، بزرع محاصيل مجهده اللي هي بتاخد من التربه كتير، ودي طبعا من اهم المشكلات. حول المشكله دي لحل. بستخدم هنا اساليب بدائيه، استخدم اساليب تكنولوجيه. عدم استغلال كل الاراضي الزراعيه، استخدم كل الاراضي الزراعيه. مستر انت عندي هنا تصحر، مكافحه التصحر. اوفر المياه اللازمه للزراعه. ما كل دي حبيبي هحولها. بص معايا، يبقى انا خدت المشكله حول المشكله لحل. تعالى يا حبيبي، الحلول. اول حاجه بعض الحلول لمشكله الزراعه التي تواجه الزراعه. فوق كنت بستخدم المطر، هنا توفير المياه اللازمه للزراعه عن طريق الاهتمام طبعا بمشروعات الري، احفر ترع واحفر قنوات وابني سدود. يبقى قومه سدود وخزانات، والتوسع في تحليه طبعا المياه البحر. استخدم طرق ري حديثه زي ايه؟ انا عندي الري بالرش والري بالتنقيط. يبقى اذا توفير المياه اللازمه للزراعه، اقامه سدود وخزانات، والتوسع في عمليه تحليه المياه البحر. استخدم طرق ري حديثه مثل الري بالرش والري بالتنقيط. كنتش عارف استغل كل الاراضي الزراعيه فوق، استغلال كل الاراضي الزراعيه الصالحه للزراعه. الاراضي دي كانت بايظه، اصلحها، استصلاح الاراضي الصحراويه وزراعتها. استخدام اساليب تكنولوجيه، كنت فوق بستخدم اساليب بدائيه، تحت هستخدم اساليب تكنولوجيه. ومكافحه التصحر. مكافحه ايه يا حبيبي؟ التصحر، مكافحه التصحر. وده كده الحلول اللازمه لايه؟ للزراعه. يبقى انا اتكلمت عن المشكله واتكلمت على الحلول، وبكده اكون خلصت الدرس الاولاني الزراعه في الوطن العربي. انتظرونا ان شاء الله حلقات جايه كتير، هنحله ياما زي الترم الاولاني. ما تنساش بس تدعمنا، اللايك الجميل والسبسكرايب وتشغل الجرس، واشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، معاكم مستر محمد دمراوي. حبيبي وحشتني كتير جدا. بعتذر لحضراتكم، بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوهات، معلش كان عندنا ضغط شغل، لكن عدوا على خير الحمد لله. الأسبوع دوت هننزل كمية كبيرة جدا من الفيديوهات، هو والأسبوع اللي جاي إن شاء الله. دعواتك بس بالتسهيل، وما تنساش طبعا دعم حضرتك لينا عشان كل الفيديوهات تبدأ توصل لك، وهنبقى معاك لغاية إن شاء الله ليلة الامتحان زي الترم الأولاني. تعالى حبيبي، هنتكلم النهارده عن درس لذيذ جدا اسمه الثروه الحيوانيه والسمكيه في الوطن العربي.
يلا بينا. يعني ايه كلمة الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي؟ أول حاجة حبيبي هنتكلم عن الحيوانات وهنتكلم عن السمك. هنتكلم عن الحيوانات وهنتكلم على السمك. طيب، تربى الحيوانات في الوطن العربي اعتمادا على الأعلاف الزراعية. طب يلا بينا نبدأ واحدة واحدة، يلا بينا. تربى الحيوانات في الوطن العربي اعتمادا على الأعلاف الزراعية، وفي منهم طبعا بيعتمد على الحشائش، مثل حشائش اسمها حشائش الاستبس، وحشائش تانية اسمها حشائش السافانا. بمعنى ايه حشائش السافانا وايه هي حشائش الاستبس؟ السافانا حبيبي بتنمو في الجنوب، والاستبس بتنمو في الشمال. فالاستبس عندي دي حشائش بتنمو يا مستر في الشمال، وفي الشمال الجو معتدل فبيتربى عليها الاغنام والماعز. اما السافانا بتنمو في الجنوب، يعني في المناطق الحاره. خلي بالك حبيبي، مناطق حاره، فما قلت مناطق حاره يبقى في الجنوب بيتربى عليها الابقار والاغنام. حبيبي، تشغل المراعي نسبة 32% من مساحة الوطن العربي. يجي سؤال، كم تبلغ عدد المراعي في الوطن العربي؟ المراعي عندي في الوطن العربي 32%، ودي مساحة من مساحة الوطن العربي. توجد معظم الدول أو يوجد تعظم المراعي بالوطن العربي في دولة السودان ثم الصومال. حبيب قلبي، بص يا حبيبي، تعالى نتكلم على أهم الحيوانات. سيبك من الرسومات عشان عارف أنت خلاص بتتفرج على الرسومات وفرحان بيها. سيبك من الرسومات يا حبيبي، خليك معانا. تمام، أيوه أنا عارف. أول حاجة عندي الأغنام، 2 المعزة، 3 البقرة، 4 الجاموسة، 5 الخيول، 6 الإبل. إيه؟ واحدة واحدة يا مستر، عشان أنت كده إيه؟ بتهزر. لا حبيبي أنا ما بهزرش، ركز معايا وعلى الهادي. أول حاجة يا روح قلبي بقول لحضرتك الأغنام في السودان والمعيز في الصومال. ركز بس، ها مراعي. الأغنام في السودان والمعيز في الصومال، والبقرة في السودان، والجاموسة قاعدة في مصر، والخيول معاها في مصر، والإبل في السودان. تاني خد الحتة دي، يلا تاني واحدة واحدة. بص، الأغنام في السودان والمعيز في الصومال، والبقرة في السودان، والجاموسة قاعدة في مصر، والخيول معاها في مصر، والإبل اللي هي الجمال في السودان. طيب بص عشان هزود، بص عشان عايز بس اقول لك على حته في الجاموسه في مصر والعراق، عشان عندي انهار. تمام، عشان دجله والفرات ونهر النيل. بص معايا، الاغنام بيقول لك اكثر حيوانات انتشارا في الوطن العربي بسبب انتشار طبعا المراعي الفقيره، زي الاغنام في السودان ومعاها مغرب، والماعيز في الصومال، والابقار في السودان ومعاها مصر، والجاموسه مصر عراق، والخيول معاها في مصر، والإبل في السودان. لكن اوعى تنسى، يتميز الوطن العربي بوجود الإبل العربية الشهيرة، عشان عندي الإبل بتدخل في سباق الهجن، مهم جدا 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 جدا. سباق الإبل اسمه الهجن، خلي بالك، تدخل في سباق الهجن. وده طبعا أولى الدول التي اعتمدت عليه هي دولة الإمارات، ثم دولة السعودية، ثم الدنيا مصر. فإذا سباق الهجن موجود في الإمارات والسعودية الدنيا مصر. وده كده حبيبي الجاموسه، ودي كده الاماكن الثروه الحيوانيه. لو جيت قلت لك اهميه الوطن العربي في الثروه الحيوانيه، او اهميه الحيوانات في الوطن العربي، السؤال ده حبيبي يجي لي بما تفسر اهميه الحيوانات في الوطن العربي. اهميه الثروه الحيوانيه في الوطن العربي، اول حاجه مهم جدا الحيوانات. الجاموسه حضرتك بتاخد منها ايه؟ برافو عليك، مصدر لانتاج اللحوم والالبان. صح، مصدر الغذاء الانسان مثل اللحوم والالبان، يعني تمدني بالغذاء مثل اللحوم والالبان. واحده واحده، يبقى اذا مصدر لغذاء الانسان حيث يمد باللحوم والالبان. 2 بتوفر لي يا مستر محمد دمراوي ماده خام. يعني ايه بتوفر لي ماده خام يا حبيبي؟ طيب بص، البرجر لحم مفرومه عملت بيها برجر، صنعتها، سيبك ده مثال بسيط. طيب الالبان، الجبنه ما هو عباره عن لبن، تعتبر ماده خام. الجلود، الجواكت ماده خام، الاحذيه ماده خام، الشنط ماده خام. فاذا دلوقتي توفر الماده الخام للحيوانيه للصناعه مثل لحوم، جلود، البان. تستخدم في بعض الحيوانات في النقل مثل زي الحمار وزي الخيول اللي هو الحصان. طيب يستخدم الحيوانات في النقل واعمال الحقول، مهم جدا جدا جدا.
يبقى اذا لما يجي يقول لي بما تفسر اهميه الثروه الحيوانيه، هقول له المستر قال لي اهميه الثروه الحيوانيه مصدر رئيسي لغذاء الانسان، بيمدنا باللحوم والالبان. مصدر للماده الخام، البان ولحوم وجلود. اخر حاجه حبيب قلبي، ويستخدم بعض الحيوانات في الحقول واعمال النقل. بعض مقترحاتك ان انا انمي بيها الثروه الحيوانيه، قول لي مقترحاتك ان انا انمي بيها الثروه الحيوانيه. اول مقترح انا من وجهه نظري، لو انا دلوقتي عندي مثلا بربي جاموسه، وجي كده حبيب قلبي الجاموسه تعبت، هروح اوديها فين؟ هتوديها عند الدكتور. انه دكتور؟ الدكتور البيطري. طيب يبقى اذا اول حاجه لازم اوفر رعايه بيطريه للجاموسه او للبقره او للاغنام. يبقى واحد، توفير الرعايه البيطريه للثروه الحيوانيه. واحد، توفير رعايه بيطريه للثروه الحيوانيه. استخدم سلالات جديده، اطلع اجيب سلالات من بره، مثلا من سلالات بقى من دول اخرى، وابدا اجيبها اربيها عندي في مصر. منين؟ سلالات من الاغنام، سلالات من الماعز، سلالات من البقر، ويعني احسن سلالات البقر وسلالات الجاموسه والاغنام بالوطن العربي. خلي بالك السودان هي بص خلي بالك ان السودان اكثر الدول العربيه امتلاكا للثروه الايه؟ الحيوانيه. السودان اكبر دوله فيها ثروه حيوانيه. وده كده قلت لك اهميه الزراعه ومقترحاتي ان انا اوفر رعايه بيطريه، وان انا احسن او اجيب سلالات جديده. تاني حاجه حبيب قلبي هنتكلم عنها وهي الدواجن. والدواجن طبعا عارفين الدواجن اللي هي الفراخ. تربى الدواجن في الوطن العربي في مزارع. حلو. ليه او ايه هي اهميتها؟ اهميه الفراخ يا حبيب قلبي بتعوض النقص في الثروه الحيوانيه او تمدنا باللحوم والبيض. ايوه طبعا لحوم وبيض. فرخه باخد من الفرخه ايه؟ باخد من الفرخه لحوم وباخد من الفرخه بيض. يبقى اذا تمدنا باللحوم نتيجه الانتاج الحيواني، فتمدنا باللحوم وتعوض النقص طبعا ونستفاد من لحومها وبيضها. لو جيت قلت لك حبيبي من اولى الدول التي تحتل المركز الاول في الفراخ اللي هي الدواجن، يعني انت قلت لي مستر مين؟ انت ما قلتش. ايوه صح انا ما قلتش. الاولى السعوديه والثانيه مصر. حبيبي اولى سعوديه ثانيه مصر. يبقى اللي عندهم فراخ كتير اللي كك هي السعوديه ومصر. طيب السعوديه ومعاها مصر، ودي طبعا الدواجن كلها. ثالث مصدر هنتكلم عنه يا روح قلبي وهي الاسماك. يمتلك الوطن العربي ثروه سمكيه كبيره جدا. ومش كده بس، دي ثروه سمكيه كبيره ومميزه. اشمعنى؟ عندي سواحل، عندي بحار، عندي محيطات، وهنتكلم عنهم بالترتيب دلوقتي. بس لو جيت قلت لك بما تفسر اهميه الثروه السمكيه، حبيبي انت قاعد دلوقتي لو جيت قلت لك اهميه الثروه السمكيه، ايه هي يا روح قلبي اهميه السمك؟ هتقول لي يا مستر السمك، طب انا ما بحبش السمك. لا احبه. ليه احبه؟ عشان غذاء بروتيني بيحميني من الامراض. الله. يبقى اذا مصدر للغذاء البروتيني الذي يحميني من الامراض. تاني، تمد السكان بالغذاء البروتيني الذي يحميهم من الامراض. واحد. اتنين، بيعوض النقص في الثروه الحيوانيه والثروه الزراعيه. طب انا مالي بالزراعه؟ مش عاملين النهارده خضار ومش عاملين لحمه، يبقى هنعمله سمك. يبقى بتعوض النقص في الثروه الحيوانيه والثروه السمكيه، تعوض النقص في الثروه الزراعيه والثروه الحيوانيه. تدخل في كثير من الصناعات، او تدخل طبعا الاسماك في كثير من الصناعات. زي ايه؟ حبيب قلبي اوعى تنسى التونه. مالها التونه؟ ده انا بحبها قوي. ما هي التونه يعتبر، ركز بس معايا، التونه تعتبر ايه؟ صناعه، فبتدخل في الصناعه. علب السردين صناعه. فاذا تدخل في الكثير من الصناعات مثل حفظ وتغليف الاسماك. يبقى انا تعتمد او تمد الانسان بالغذاء البروتيني، تمدنا بالغذاء البروتيني، تمدنا بالغذاء البروتيني الذي يحميني من الامراض. تاني حاجه تمدنا او تعتبر او تدخل في بعض انواع الصناعات، او تدخل في انواع الصناعات مثل حفظ وتغليف الطعام. تعوض النقص في الثروه الحيوانيه والثروه الزراعيه. عشان كده عندي سمك. حبيبي عرف سكان الوطن العربي منذ القدم الاسماك والاحجار الكريمه والشعب المرجانيه، والكلام ده طبعا عارفينه من زمان جدا جدا جدا. تعال نشوف بقى المناطق التي بجيب من ايه هي المناطق اللي بجيب منها سمك. اول حاجه حبيبي انا عندي المصايد، عندي مصايد بحريه. ارجع للترم الاولاني وركز معايا وخليك معايا انا بس. بص يا حبيبي، عندي بحار. ايه هم البحار؟ ابدا معايا. احمر متوسط عربي، خدناه من الترم الاولاني. البحر احمر متوسط عربي. شكرا. عندي محيطات هندي واطلنطي.
اركن، ما عندناش غيرهم في الوطن العربي. عندي انهار، نهر النيل، دجله، فرات، جوبا وشبيلي، اركنهم على جنب. عندي خلجان، ارجع للترم الاولاني، ارجع للفيديو بتاع اليوتيوب بتاعي، عين عين عين، عربي عمان عدن، عربي عمان عدن خلجان. طيب عندي بحيرات عذبه ومالحه، عذبه ناصر، مالحه قارون، يعني عذبه ومالحه قارون. عندي مزارع سمكيه، يعني بجيب السمك صغنطط بربيه في المزارع بيبقى سمكه فيش كبيره، دي اسمها مزارع سمكيه. فعندي طبعا مزارع سمكيه. بص معايا، ولو عايز اقول لك من اولى الدول التي تحتل المركز الاول في المزارع السمكيه، مفيش غيرها ام الدنيا مصر تحتل المركز الاول في انتاج المزارع السمكيه. عندي مصادر زي المحيطات الهندي والاطلنطي، عندي بحار احمر متوسط عربي، عندي خليجان عربي عمان عدن. عندي طبعا توجد معظم الدول العربيه طبعا ولسه هناخدها دلوقتي الدوله. عندي بحيرات مصر الشماليه، عندي زي بحيره قارون بمصر، وعندي بحيره ناصر. وعندي الانهار مثل نهر النيل في مصر والسودان ودجله والفرات في العراق قلناه. وعندي مزارع سمكيه، واولى الدول التي تحتل المركز الاول في انتاج السمك من المزارع هي مين؟ مصر. بيقول لك حبيب قلبي عندي نسبة المزارع عندي أو يصل في الوطن العربي الأسماك نحو 3.7 مليون طن. أنا قلت لك المزارع أكبر دولة عندها مزارع سمكية هي مصر، لكن أكبر دولة عندها مصايد سمكية، مصايد بالله عليك أوعى تلخبط ما بين الاتنين، مصايد سمكية هي طبعا دولة المغرب ثم مصر ثم موريتانيا. أهو المغرب مصر موريتانيا. ولكن أنا عندي في الثروة السمكية مشكلات كتير بتقابلني. ايه هي المشكلات اللي بتقابلني؟ اول مشكله حبيب قلبي بتقابلني في مشكله الزراعه هي اول حاجه استخدام الصيادين اساليب صيد بدائيه. اول حاجه استخدام الصيادين اساليب صيد بدائيه، الصياد بيستخدم اساليب صيد بدائيه. واستخدام وسائل بدائيه في النقل، يعني واحد ماشي جنبي بسفينه والتاني ماشي جنبي بمركبه، ركز معايا. يعني انا استخدم الصيادين اساليب صيد بدائيه، واحد استخدمت اساليب صيد بدائيه. اتنين استخدمت وسائل بدائيه في النقل واستخدمت اساليب نقل بدائيه. تاني مشكله. تالت مشكله حبيبي الميه اتلوثت، فاذا اسمه تلوث المياه مما يؤدي الى موت اعداد كبيره جدا من الاسماك. طيب الصيد في الاوقات الممنوعه، ايه هو الاوقات الممنوعه؟ يعني انا بصطاد السمك وبيغير؟ لا حبيبي مفيش الكلام ده. الصيد في الاوقات الممنوعه انا بيجي عليا تقريبا من شهر 3 ل4 بيبدا السمك بيفرز البيض بتاعه عشان خاطر اللي هو البطروخ اللي موجود فيه عشان خاطر يجيب لي سمك كتير. ما يحلاش للصياد غير لما ينزل يصطاد في الوقت ده عشان يقول لك سمك مبطرخ. هو بيكون اغلى بس المفروض يسيبه عشان يجيب لنا سمك اكتر، ما يعملش عجز في الثروه السمكيه. نفس الفكره بالظبط الصيد في الاوقات الممنوعه باستخدام شباك ضيقه. ترك الصياد حرفة الصيد طبعا وبيسيب حرفة الصيد وبيروح يشتغل في استخراج البترول. 5 مشكلات: استخدام الصياد اساليب صيد بدائية، استخدمت وسائل نقل بدائية، تلوث المية، الصيد في الاوقات الممنوعة، ترك الصياد حرفة الصيد. المشكلة دي حولها للحل. استخدام اساليب بدائية، هنا تدريب الصيادين على استخدام اساليب تكنولوجية حديثة. استخدمت اساليب نقل بدائية، بناء اساطير صيد مجهزة حديثة. سهلة. تلوث المياه، حماية المياه من التلوث. ترك الصياد حرفة الصيد. الصياد ساب حرفة الصيد. طالما الصياد ساب حرفة الصيد يبقى انا احسن مستوى معيشة الصياد. تحت تحسين مستوى معيشة الصياد. توعية الصياد، وعية الصياد، تحسين احوال الصياد ورفع مستوى معيشته. طيب بس الصيد في الاوقات الممنوعة، توعية الصيادين بعدم الصيد في الاوقات الممنوعة. الاهتمام بإقامة العديد من المزارع السمكية، اللي أنا هبدأ أنشئ مزارع سمكية كتير جدا جدا، يبقى أنا جبت المشكلة وحولت المشكلة إلى حل. وده كده يعتبر الدرس رقم 3 الوحدة الأولى في الجغرافيا يا حبيب قلبي. طبعا هنحل معاكم أسئلة كتير جدا، بس انتظرونا إن شاء الله الحصة الجاية، وانتظروا مراجعات جامدة جدا إن شاء الله. أشوفكم الحصة الجاية. السلام عليكم.